اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبنا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. انا جاي اعمل معاكم النهارده كفته بتاعت الحاشي ورز بالكاري زي ما انتم شايفين كده قدامكم. انا بقول لكم دلوقتي المكونات: معايا بقدونس، معايا بصل، معايا طماطم، معايا رز بلدي. المره دي انا عملته بالرز البلدي، ما عملتش بالرز البسمتي، هو ده اللي كان متوفر موجود عندي. ودلوقتي بقول لكم حطوا اللايك وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه يا جماعه. دلوقتي انا جبت الكبه بتاعتي وحطيت البصل والطماطم زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهوت. هضرب بقى الطماطم والبصل مع بعض. هي الكبه هنا كانت معرفش معصلجه اللي معايا اظبطها. هبدا اضربهم بقى، بس يا ريت تحاولي ان انت تخليهم ناعمين، يعني ضربه كده قويه حلوه كده نعمل البصل والطماطم مع بعضيهم. اهوت زي ما انتم شايفين كده قدامكم. دلوقتي بقى هاجي مرحله ان انا افصل الميه بتاعت البصل عن الطماطم والبصل. انزل الميه بتاعتهم لان الميه هي اللي بتخلي الكفته ما تمسكش معاكي. اهوت بصوا انا هعصرها زي ما انتم شايفين كده قدامكم، وهبدا احط في الطبق كده. يعني المرحله دي انا بس ايه لازم اوريها لكم عشان ما تبقاش في حاجه انا عملتها ما شفتوهاش. وطبعا هبدا بقى اعملهم لوحدي وهرجع لكم تاني. رجعنا مع بعضينا، عملنا اهو البصل لوحده والطماطم والميه بتاعت البصل والطماطم لوحدها. وهبدا بقى احط البهارات بتاعتي اللي هي الملح والفلفل الاسود، ومعايا معلقه البيكنج باودر دي بقى سحر يا جماعه. المعلقه دي بتاعت البيكنج باودر دي هتخلي لك الكفته هشه حلوه كده منفوخه وما تفكش من بعضها. هحط دلوقتي البصل والطماطم مع بعضه مع اللحمه، وهحط الملح والفلفل الاسود. انت عايزه بقى تحطي بهارات، عايزه تحطي اي بهارات تانية انت حره. البهارات دي اختياري مش اجباري. هظبط الملح بتاعي والفلفل الاسود بتوعي، وهبدا بقى احط ايه المعلقه السحريه دي البيكنج باودر. بصوا مش قادره اوصفلك. وهبدا اقلب 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 بس تقليبه حلوه كده محترمه عشان كل المكونات دي كلها تخش في بعضيها، والملح والفلفل الاسود وكله مع بعضه. حطينا ايه يا حبيبه؟ حطينا بصل، طماطم، ملح، فلفل اسود، البيكنج باودر دي عامل اساسي معانا في الوصفه النهارده. وهبدأ احطهم مع بعضهم كده واقلب اقلب اقلب تقليبة حلوة. طب البقدونس ده بقى حاجة اختياري مش اجباري. عايزة تحطي بتحبيه حطي، مش عايزة دي حاجة بقى ترجعلك، مش عايزة خلاص ما تحطوش. بس انا بقى حابة ان انا احطه. شايفين كده؟ ما تحطيش كتير، يعني اللي انت شايفاهم دول نص حزمة بقدونس. واقلبي كويس قوي زي ما انت شايفة كده قدامك. وطبعا مية البصل دي احنا هنحتاجها بردك واحنا بنصبع الكفتة. وما تنسونيش بقى باللايك يا جماعة، اللايك هو اللي هيعلمني الفيديو. اهوت انا بصوا اتقلبت تقليبه محترمه اهو زي ما انتم شايفين كده، وريتهولكوا اهو. وهبدا بقى ان انا اجيب الحاجات اللي هعمل بيها. ما تتريقوش على العصايه بتاعتي، المعلقه بتاعتي دي هي قديمه وكل حاجه، بس دي بامانه بصبع بيها الكفته لغايه ما بكده ابقى اجيب حاجه برضك اصبع بيها الكفته غير دي. هنا انا عملت اول صوبع ده بعد ما عملته وحطيته في الصينيه، انا مكنتش راضيه عنه، فرجعت حطيته تاني في الطبق هتشوفوه تاني. يعني اول واحد ده انت بتظبطي الدنيا بيه. بتحطي ايدك في ميه البصل اللي انت شايفاها دي قدامك، وتحطي حته اللحمه كده على العصايه. لو انت ما عندكيش عصايه زي دي الغلبانه دي، هتجيبي عصايتين شيش طاووق او عصايه شيش طاووق التخان دول. لو عندكيش التخينه هتجيبي 2 من الرفيعين وتعملي بيهم. بصوا الصبع ما كانش تمام خالص، يعني عارفين ان انا بعد ما عملت كام واحد
اللي بعده اخدت ده ورجعته تاني. متتريقوش على الصباع بتاعي اهوت. هبدأ بقى ايه لما اعمل الصباع التاني هيبان. بصوا لما عملت التاني حسيت ان هو ده مش مظبوط. وبدأنا نصبع الكفتة بتاعتنا بقى حسب بقى اللي انت عندك. عارفة لو قلم بتاع الاولاد قديم عندك اغسليه وطلعي بتاعت الحبر منه، خدي البلاستيكه الكفر اللي بره واعملي بيه. مهمه قوي على فكره ان انت تصبعي على حاجه عشان خاطر يدي الفراغ اللي جوه ده هو اللي بيخلي الكفته من جوه مستويه. اهوت زي ما شايفين كده. بصوا وريتها لكم، ما تبصوش للعصايه بتاعتي اهوت. هبدا اعمل نفس الطريقه، وكل ما احس ان ايدي نشفت من ميه البصل هحط ايدي في ميه البصل وبصوا واصبع بيها. احسن من تجيبي ميه ولا زيت ولا اي حاجه من دي ان انت تصبعي بيه بامانه. ميه البصل بتبقى احسن بكتير. وزي ما انتم شايفين كده قدامكم اهوت. وعملنا بقى بص صينيتين حلوين. وبص الصينيه اللي ما بقدرش استغنى عنها دي بعمل فيها كل حاجه بامانه. يعني انا لو لقيت حد يجيب لي الصواني دي هجيبها تاني اهوت. تحفه. وهبدا بقى احط شويه زيت كده، بس شويه زيت انا كده بحط حبه صغيرين على فكره مش كتير. متحاوليش تكتري في الزيت، الزيت غالي. يعني انا مش مكتره على فكره، انا بحاول ان انا ايه احط على الكفته حاجه بسيطه قوي، عشان كده بغيب وانا بحط. وهبدا بقى احطهم في الفرن. هوريهم لكم دلوقتي بعينيكم زي ما انتم شايفين كده. بصوا مش حاطه زيت، يعني بقلب الزيت عشان يخش في بقيه الكفته زي ما انتم شايفين كده قدامكم. وما تنسونيش بقى باللايك. دخلنا مرحله الرز، هنبدا جبنا الحله بتاعتنا الحلوه الجميله ديت. وبعد كده حطينا شويه زيت. وهبدا اجيب الكركم بتاعي هحطه على الزيت. بحب ان انا احط الكركم مع الزيت عشان يسخن، بيدي النكهة بتاعته في الرز قوي. بأمانة الزيوت بتاعته بتنزل مع الزيت بتدي نكهة حلوة قوي. ومعايا فصين حبهان زي ما شايفين كده قدامكم. بخليهم الاتنين، لو عندك مستكة حطي، لو عندك ورق روري حطي. انا كان للأسف من الحاجتين مش موجودين، بس لما نزلت جبتهم. وهنا بقى بدأت اجهز المية بتاعة الرز اهو زي ما انتم شايفين كده قدامكم. هبدأ احط معيار الرز بتاعي. معيار الرز هو معيار المية، كلنا عارفين الحركة دي. خلاص انا سايبة الكوباية البلاستيك دي للمعيار بتاع الرز والمية والكلام ده الحاجات دي كلها. خلاص ابدأ بقى اظبط الملح بتاعي اهوت. اظبط الملح بتاعي وبعد كده يكون الرز بتاعي مغسول. وهبدأ انزل في الرز، انزل الرز في المية بتاعته اهو زي ما انتم شايفين كده. مية غلت، متنزليش الرز غير ما المية تكون بتغلي عشان الرز ما يعجنش منك اهوت. هنزله كويس قوي. وهبدأ بقى اسيب الرز بتاعي يتشرب على النار اهوت. ظبطت اهو كل حاجته وهسيبه يتشرب على النار. وبرضك ما تنسينيش باللايك. مش عارفه انا كل شويه اقول لكم ما تنسوش اللايك. هنا بقى الكفته بتاعتي طلعت من الفرن. جبت فحم حطيته على النار لغايه ما ولع جامد، وجبت حته ورق فويل حطيته في نص الصينيه وغطيته بالورق الفويل. وتسيبيه كده لمده 5 دقايق. المدخنه دي يا جماعه بتخش كده في الكفتايه. انا حطاها في الفرن، ولا تقولي لي بقى كفته من بتاعه الحيتي ولا اي حاجه، تحفه. اعملي الطريقه دي بجد، هي طريقه سهله جدا ومش صعبه اهوت. وهسيبها. وبعد كده هنقدم بقى الطبق بتاعنا الجميل. وزي ما انتوا شايفين كده دي نهاية الوصفة بتاعتي.
احلى كفتة ورز بالكاري. وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من منوعات حبيبة. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.